كشف مصدر سوداني مطلع أن محمد حمدان ديجيلو حميتي قائد قوات الدعم السريع ينوي الانتقال من نيالا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأيام القادمة، والاستقرار هناك من تزايد المخاوف من تعرضه للقتل أو الاغتيال في ظل حالة الاضطراب التي تضرب الميليشيا في الفترة الأخيرة. وأوضح المصدر أن حميتي اشترى مؤخرا قصرا فارها في أحد أرقى أحياء أبو ظبي، ونقل الكثير من مقتنياته وكميات كبيرة من الذهب والأموال إليه بغية الاستقرار في الإمارات خلال الفترة القادمة، على أن يكتفي بتوجيه التعليمات عن بعد لقواته. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تطورات متسارعة في مسار الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ برز خلال الأشهر الأخيرة عامل جديد يصف مراقبون بأنه قد يكون الأكثر تأثيرا في مستقبل الصراع، ويتمثل في موجة الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوف قوات الدعم السريع وتطال قيادات ميدانية بارزة كانت حتى وقت قريب جزءا من الدائرة المقربة من قيادة الميليشيا. ولم تعد هذه الانشقاقات مجرد حالات فردية أو أحداثا عابرة، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة أخذت طابعا تصاعديا، ما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل حول مدى قدرة الدعم السريع على الحفاظ على تماسكه العسكري والتنظيمي في ظل خسارته المتواصلة لقادة ميدانيين يمتلكون نفوذا قبليا وعسكريا واسعا ويقودون أعدادا كبيرة من المقاتلين على الأرض. ويرى متابعون للشأن السوداني أن هذه التطورات قد تشكل نقطة تحول حاسمة في الحرب، خاصة أن بعض القادة المنشقين لم يكونوا مجرد ضباط ميدانيين، بل شخصيات لعبت أدوارا محورية في تمدد الدعم السريع وسيطرته على مناطق واسعة من البلاد خلال السنوات الماضية. يعود كثير من المحللين إلى أكتوبر تشرين أول 2024 باعتباره التاريخ الذي شهد أول ضربة كبيرة للدعم السريع من الداخل، وذلك عندما أعلن اللواء أبو عاقلة محمد أحمد الشهير باسم كيكل انشقاقه عن قوات الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني برفقة قواته المعروفة باسم درع السودان. وكان كيكل أحد أبرز القادة الميدانيين الذين اعتمدت عليهم قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية بولايات الجزيرة وسينار والنيل الأبيض، كما لعب دورا رئيسيا في التوسع العسكري الذي حققته تلك القوات في وسط السودان خلال المراحل الأولى من الحرب. وجاء انشقاقه في وقت كانت فيه قوات الدعم السريع تبدو في أوج قوتها ونفوذها، الأمر الذي منح الحدث أهمية استثنائية، فالرجل لم يغادر التنظيم منفردا، بل اصطحب معه قوة عسكرية منظمة ومجهزة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ميزان القوى في عدة جبهات. وبعد انضمامه إلى الجيش السوداني شاركت قواته في معارك متعددة أسهمت في استعادة مناطق ومدن كانت خاضعة لسيطرة الدعم السريع، خصوصا في ولايات وسط السودان وإقليم كردفان. ويرى مراقبون أن تلك التطورات شكلت نقطة تحول مهمة في الحرب، وأعطت الجيش دفعة معنوية وعسكرية كبيرة. لكن التأثير الأهم لانشقاق كيكل لم يكن ميدانيا فقط، بل نفسيا وتنظيميا أيضا، حيث كسر حاجز الخوف أمام قادة آخرين كانوا يفكرون في مغادرة صفوف الدعم السريع، وفتح الباب أمام سلسلة من الانشقاقات اللاحقة التي بدأت تتوالى بوتيرة متزايدة. منذ ذلك الحين شهدت قوات الدعم السريع انسحاب عدد من القادة والضباط والعناصر المقاتلة في مناطق مختلفة من السودان، ومع مرور الوقت تحولت هذه الانسلاخات إلى ظاهرة لافتة أثارت تساؤلات واسعة بشأن الأسباب الحقيقية التي تدفع القادة الميدانيين إلى مغادرة التنظيم والانضمام إلى الجيش. وبحسب متابعين فإن العوامل التي تقف وراء هذه الانشقاقات متعددة، وتشمل تراجع المكاسب العسكرية واتساع الخلافات الداخلية وتصاعد الشكوك بين القيادات، فضلا عن الشعور المتزايد لدى بعض القادة بأن ميزان الحرب بدأ يميل تدريجيا لصالح الجيش السوداني. وفي إبريل نيسان الماضي تلقى الدعم السريع واحدة من أقوى الضربات التنظيمية منذ اندلاع الحرب، عندما أعلن اللواء نور القبة انشقاقه عن الميليشيا وانضمامه إلى الجيش السوداني. ويعد القبة من الشخصيات العسكرية البارزة داخل الدعم السريع، كما أنه من القادة التاريخيين الذين ارتبطوا بتأسيس القوة منذ مراحلها الأولى، وعرف بقربه الشديد من قائد الدعم السريع محمد حمدان ديجيلو حميتي وشقيقه عبد الرحيم ديجيلو، فضلا عن نفوذه الواسع في إقليم دارفور. ولم يكن القبة مجرد قائد ميداني عادي، بل شخصية لعبت أدوارا مؤثرة في التوازنات العسكرية والقبلية بالإقليم، وتقلدت مواقع قيادية منذ أيام قوات حرس الحدود التي شكلت لاحقا النواة الأساسية لقوات الدعم السريع. وجاء إعلان انشقاقه مفاجئا للعديد من المتابعين،
خصوصا أنه وصل إلى الولاية الشمالية مصحوبا بقوة تضم عشرات العربات القتالية المجهزة بالكامل قبل أن يعلن رسميا انضمامه إلى الجيش السوداني. وقد عكس الاستقبال الرسمي الذي حظي به القبة من قبل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان حجم الأهمية التي أولتها القيادة السودانية لهذا التطور، باعتباره مكسبا عسكريا وسياسيا كبيرا في توقيت حساس. أهمية انشقاق القبة لم تتوقف عند الجانب العسكري، بل امتدت إلى المعلومات التي كشف عنها بعد انضمامه إلى الجيش. ففي مؤتمر صحفي نظمته القوات المسلحة السودانية تحدث القبة عن أوضاع داخلية معقدة يعيشها الدعم السريع، مشيرا إلى ضعف في التدريب والتنظيم العسكري وتراجع الروح المعنوية وسط المقاتلين، إضافة إلى تنامي رغبة العديد من العناصر في مغادرة صفوف التنظيم. وبعد أسابيع قليلة من انشقاق القبة، أعلن العميد علي رزق الله المعروف بلقب السافنة انضمامه إلى الجيش السوداني هو الآخر، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرا إضافيا على اتساع دائرة التصدعات داخل الدعم السريع. وخلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، كشف السافنة عن تفاصيل تتعلق بالخلافات الداخلية داخل الميليشيا، وتحدث عن تصفيات طالت بعض القيادات الميدانية، فضلا عن وجود تأثيرات وضغوط خارجية على قرارات القيادة العليا. كما أشار إلى انتهاكات خطيرة ارتكبت خلال الحرب، وإلى أوضاع إنسانية صعبة في بعض المعتقلات الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، وهي تصريحات أثارت اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية السودانية. ويكتسب حديث السافنة أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه السابق داخل المنظومة العسكرية للدعم السريع، وما يمتلكه من معرفة بتفاصيل عملها وبنيتها التنظيمية. ويرى خبراء عسكريون أن أخطر ما تسببت فيه الانشقاقات الأخيرة ليس خسارة المقاتلين أو العتاد فحسب، وإنما انهيار الثقة داخل صفوف الدعم السريع. فكل انشقاق جديد يدفع القيادة إلى التشكيك في ولاء بقية القادة، ويخلق حالة من الحذر والرقابة المتبادلة بين المستويات المختلفة للتنظيم، كما يصبح كل قائد ميداني مشروعا محتملا للانشقاق، ما ينعكس سلبا على عملية اتخاذ القرار وعلى كفاءة الأداء العسكري. وتزداد خطورة هذه الأزمة بالنظر إلى الطبيعة القبلية والعشائرية التي تقوم عليها بنية الدعم السريع، فالكثير من القادة يمتلكون نفوذا اجتماعيا داخل مجتمعاتهم المحلية، وعندما يقرر أحدهم الانشقاق فإنه غالبا لا يغادر بمفرده، بل يصطحب معه مجموعات من المقاتلين المرتبطين به قبليا أو اجتماعيا. وبذلك تتحول الانشقاقات من مجرد خسائر فردية إلى نزيف مستمر في القوة البشرية والتنظيمية للميليشيا. انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على الوضع الميداني لقوات الدعم السريع، فبعض المناطق التي كانت تخضع لسيطرة قادة منشقين أصبحت أكثر عرضة لفقدان السيطرة عليها، بينما تمكن الجيش السوداني من توسيع نفوذه في عدد من الجبهات، مستفيدا من حالة الارتباك التي تعيشها الميليشيا. كما أدى خروج قادة ميدانيين بارزين إلى فقدان كميات من العتاد والمركبات والأسلحة التي انتقلت مع المنشقين إلى الطرف الآخر، الأمر الذي زاد من الضغوط العسكرية على الدعم السريع. وفي الوقت ذاته تتحدث تقارير متزايدة عن أزمات داخلية تتعلق بالإمدادات والتمويل والرعاية الطبية للمقاتلين، إضافة إلى تراجع القدرة على تعويض الخسائر البشرية المتزايدة مع استمرار الحرب. ويرى مراقبون أن هذه المشكلات مجتمعة أسهمت في تحويل الدعم السريع من قوة تمتلك قدرة عالية على المناورة والتمدد إلى تشكيلات متفرقة تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على تماسكها العملياتي. في المقابل، يبدو أن الجيش السوداني نجح في توظيف ورقة الانشقاقات ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل. فإلى جانب العمليات العسكرية التقليدية، عمل الجيش على استقطاب القادة الميدانيين وتشجيعهم على الانضمام إلى صفوفه، مستفيدا من حالة التذمر والانقسامات داخل الميليشيا. ويرى محللون أن هذه السياسة حققت نتائج مهمة، لأنها تسمح بإضعاف الخصم دون الحاجة إلى خوض معارك مكلفة، كما توفر معلومات استخباراتية ثمينة عن تحركاته وخططه وبنيته التنظيمية.